عنده وجهة نظر دايما ان ما ينفعش تتجاهل الشخص اللي بيفتري وبيدلس في حق النادي الاهلي. ما دام انت عارف ان الاهلي موقفه سليم وان الاهلي تم الافتراء عليه من الشخص ده، لازم تطلع ترد، لازم تطلع تتكلم. البعض قال لي تجاهل اللي شبه مصطفى يونس، جمال عبد الحميد الغندور، الاخ رضا عبد العال، ناس كتير جدا. بس انا وجهة نظري ما دام انت عارف ومتاكد كاهلاوي ان الشخص ده مدلس والشخص ده بيفتري على النادي الاهلي وانت عندك البينه، لازم تطلع ترد وتطلع توضح. عشان كده في الحلقه دي معايا جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد اخر ظهور له كان مع عمر ربيع ياسين، واتكلم فيها عن زيزو كتير، واتكلم ان هو جوه قلبه مفيش اي حته حمراء، ما بحبش الاهلي. ده كان رد جمال عبد الحميد. تعالوا نسمع جزء من كلامه ونرجع نكمل كلامنا. فانت جايب لهم 8 بطولات وهداف الفرقه واحسن لاعب في مصر وعامل كل حاجه، وفي الاخر يقول لك مع السلامه مش عايزينك. تحبهم ليه؟ عشان ايه؟ جمال عبد الحميد اللي بيظهر للناس قد ايه هو كان مظلوم في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي رماه في الشارع بعد الاصابه، مش عايز يتكلم عن السبب الرئيسي والسبب الوحيد هو مشي ليه من النادي الاهلي. ما سالش نفسه هو كان بيسهر كل يوم فين؟ ما سالش نفسه فيفي اخبارها ايه؟ ولا فل اخبارها ايه؟ طب احنا هنتكلم عن فيفي وفل وهنتكلم عن الاسباب، طب ما نجيب الناس اللي كانوا معاه هم اللي يحكموا. عنده يعني هو رجلي جت في رجلي ما جاتش، ده هو نفسه ما يعرفش كان جمال نزل ورجع. ما احنا قاعدين بقى نايمين الساعه 9 بالظبط. جمال خرج حوالي الساعه 11 و 12 بالليل، كان الخطيب نام، خد سهرته ورجع على اساس هو ما نزلش. كانت سهره حمراء. رحت انا والكابتن احمد رفعت وفاروق السيد ولمينا فرقتنا كلنا في عربيه ورحنا نشوفه فين، لقيناه في اسم عابدين. المهم خلصنا مع المأمور، وخدت انا والكابتن احمد رفعت بقى عشان نروحه. فقال لا انا هجيب اكل واوديها لفلانه. نعم يا عم احنا لسه فل يا عم احنا لسه الكلام واضح والكل عارف والكل متأكد وعارف مين جمال عبد الحميد وازاي كان عايش حياته. سهر يا اخي، ده راح جابوك من الاسم يا اخي، عايز ايه تاني؟ بخصوص الاصابه، انت مع احمد شوبير، واحمد شوبير اكد لك انك انت واخد فلوسك، واخد فلوسك من محب للنادي الاهلي. الكلام ده يثبت للكل ان هو شخص مدلس وشخص طالع بس يفتري ويكرر الكلام اللي بيقوله بقاله سنين. الاهلي رماني، الاهلي ظلمني. لكن واضح للكل الاهلي ما بيرميش حد كويس. الاهلي لما بيرمي واحد مش نافع، لا اما بتاع سهرات لا اما بتاع مش عارف ايه. المهم ان هو رماك عشان انت مش ملتزم. نيجي لنقطة تانية وكلامك على زيزو مع عمر ربيع ياسين. تعالوا نسمع قال ايه عن زيزو امبارح، وفي اخر الحلقة هسمعكم هو كان بيقول ايه عن زيزو لما كان عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك وهو جوه قناة الزمالك كمان. مش فارقه، هي زيزو ماشي ما يمشي، وزيزو هو اللي بيكسبنا. زعلت يا كابتن؟ ما احنا خسرنا. زعلت منه؟ لا ما عمري ما ازعل منه، هو اصلا لعيب مش جامد قوي، هو الزمالك اللي كان شايله، هو بتاع اوفر، وفي ضربات الجزاء خش زيزو، الزمالك كان مصيطه. بالنسبة لك زيزو هيبقى لاعب عادي، بالنسبة لك زيزو مش فارق معاك، لكن أنا متأكد والكل متأكد إن صفقة زيزو وجع كل ما هو زملكاوي، وبالأخص أنت يا جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد متأكد إن صفقة زيزو توجع أي زملكاوي، وإن زيزو لاعب كويس. أنا مش هقول لك إن زيزو أسطورة وأحسن لاعب في تاريخ مصر أو بيتصنف من أفضل 10 في تاريخ مصر، لكن زيزو لاعب كويس ولاعب كبير ولاعب إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي. لكن أنا عايز أعرف رأيك كان في زيزو عامل إزاي لما كنت في قناة الزمالك؟ مهتم بزيزو والله، العالم كله مهتم بزيزو. احسن لاعب في مصر، نعم. وهداف الدوري وهداف كده، وما شاء الله لعيب محترم، ووالده راجل محترم. والله يا جماعة أسهل حاجة إنك تجيب لي واحد فيديو من 2-3 سنين وفيديو دلوقتي، خصوصا لما يبقى مدلس ويبقى ما عندوش مادة. عشان كده أنا عملت الحلقة دي وأقول لكم مين جمال عبد الحميد زي ما أنتم شايفين.